النهارده بقى يا جماعه عملت قلاش محشي كاستر ولا كريمه زي ما انتوا بتقولوا وجبنه موتزاريلا بس حلوه قوي. طب ما تيجي نشوف الوصفه عامله ازاي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني. هعمل معاكم حاجه حلوه بالقلاش وباللبن. تمام، معانا كيلو من اللبن السايب. هنزله كده في الحله بتاعتي اهوت. ومعايا معلقه كده من الكاستر بتاعي فانيليا، اللي هو ريحته حلوه، يعني الفانيليا بتاعته منه فيه كده. ومعاه يعني حطيت معلقتين من الكاستر، وادي معلقه هرميه كده، معلقتين من النشا. عايزاها تكون رابطه شويه. تمام كده الامور بتاعتي مظبوطه. هاخدها بقى وارفعها على النار. بعد ما قلت انا هرفعها على النار، يعني ايه، حبيت ان انا احط يعني ايه سيكه كده يا جماعه، يعني حاجه بسيطه كده، معلقتين بالظبط من السكر. ياسر ابني بيقول لي ايه انت هتعملي لنا ايه؟ قلت له هعمل لك حاجه حلوه هتعجبك. قام بيقول يا ساتر يا رب. شايفين يا جماعه؟ يعني مع ان اكلي والله بسم الله ما شاء الله عليه، ما شاء الله. امشوا على الوصفه مظبوطه وانتوا هتلاقوا نفسكم بجد بجد. يعني بعمل حاجه كده لكم بحب. طبعا هقعد اقلب كده في اللبن بتاعي بالكاستر بالنشا. طبعا هو مش ادانا اللون الاصفر، احنا مش عايزينه، مش محتاجينه. بس انا ما بحط كاستر بيديني طعم الفانيليا كده فبيبقى حلو. عملت العسل بتاعي ومجهزاه اهوت، ومولعه عليه على العين التانية. عايزه العسل بتاع النهارده يكون تقيل شويه، ولا يكون خفيف قوي ولا تقيل قوي، عايزينه يكون في الوسط الحلو كده. سايباه يغلي على ما اخلص المهلبيه بتاعتي. احنا هنقول بقى مهلبيه، هتقولي حشوه كاستر زي ما بتقولوا عليها. انا بقى مش هحط زبده، انا هحط حته كده معلقه من القشطه، معلقه واحده بس من القشطه او وش اللبن زي ما تحب. شايفين بقى كده اللون معايا؟ هو يعني فاتح كده في الكاميرا جاي ابيض، لا هو اللون معايا حلو مظبوط. انا عايزاها بقى القوام ده، انا عايزه القوام التقيل ده يا جماعه. طبعا القشطه فيها حلوه او مخليها غنيه شويه. بتاعي بقى هاخده كده، يعني هاخد اللي انا هاخده ورقتين بورقتين. تمام، وهلف الباقي في الفوطه دي، يعني اهي هحطه في الفوطه عشان ما ينشفش معايا. هنمسك كده اهيت، بس هندهن الاول. ده حتى 3 ورقات مش مشكله، والله رزقه واسع اللي هياخدها، مش مشكله خالص. سيحت معايا سمنه اهي، سمنه عاديه من بتاعتنا الصفرة العاديه، مش بلدي ولا اي حاجه. وهتدهني كده اهوت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي بقى عليه افضل الصلاه والسلام. دايما على طول صلى على النبي. ودعوه حلوه بقى لاخواتنا في فلسطين، ربنا يفك كربهم يا رب، ويجعلها سنة سعيدة علينا عليهم وعلى أمة محمد جميعا يا رب العالمين، ويفك كربهم ويفك كرب كل واحد متضايق يا رب العالمين. هندهن دي كده الورقة دي رخرة. يبقى احنا كده حطينا ديت 3، بس احنا مش هنحطها على طول 3، لا مش هنعملها كده. تمام، هناخد بقى الكاستر بتاعي اهو. هي لسه سخنة، هي بصراحة لسه سخنة قوي اهوت. هاخد منها كده بالراحة وهنزل ايه كده. عشان كده كنت بقول لكم احنا عايزينها تبقى تقيلة عشان تبقى معانا الكريمة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط اهيت. الحاجة التانية بقى المختلفة اللي انا هحطها، هحط شوية كده من جبنة موتزاريلا. جبنة موتزاريلا يا نجوى، جربي جربي مش هتخسر اي حاجة. هنقوم ماسكين كده القلاش بتاعنا وهنتنيه كده. تمام، وكده وكده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت معانا. ودهنين بقى الصينيه بتاعتنا سمنه من تحت، وهنرص كده. هنعمل كل القلاش بتاعنا بنفس الحركه. هعمل معاكم كمان واحده عشان الطريقه تبقى مظبوطه معاكم وتبقوا عارفين تعملوها كويس.
هناخد كده ورقتين بورقتين او على 3 حسب ما انت عايز، بس مش هتخليها واحده يعني ايه عشان مش تبقى دقيقه معاكي قوي اهو. وبنفضل برضو ان القلاش يبقى معانا يبقى مثلا ايه يعني صابح، يبقى احسن ما يكون متخزن في الفريزر اهوت. وتدهني كده وهنمسك اهو. يعني انا جايبه دي صفحه بس مش عارفه هي مالها كده مقطوعه اهو، زي ما انت شايفه كده بالظبط. ادهني بقى وظبطي بقى. هناخد كده من الكريمه بتاعتنا او الكاستر بتاعنا او زي ما تحبوا تقولوا مهلبيه، اي حاجه تخطر على بالك، المهم في النتيجه الحاجه بتاعتنا بتطلع حلوه. شويه كده من الجبنه الموتزاريلا تاني اهو. وهنطبق بقى كده وكده، شايفه اهو زي الظرف كده بالظبط. وهنحط في الصينيه بتاعتنا وهخلص بقى بقيه الكميه وارجع لكم. انا خلصت القلاش بتاعي بس لقيته ايه متقطع معايا، معرفش ليه مع ان جايباها صبحه، فعملت دول كده ايه زي السندوتشات كده. عملت دي كده وعملت الصينيه دي تمام. هحطها بقى في الفرن، هدهن وشهم بس سمنه كده واحطها بقى في الفرن لحد ما تتحمر معايا وتستوي. القلاش بتاعي يا جماعه بس انا يعني الطرف اللي فوق دي اتلهف مني كده طبعا، بس هي الطبقه الفوقانيه بس اللي اتلهفت شويه اهوت شايفين. بس طعمه حلو قوي بجد، جربوا الوصفه. بس انتوا خدوا بالكم بقى، طبعا انا اللي لبخني ياسين صراحه يعني، ياسين قاعد يقول ماما اشرب ماما مش عارفه ايه، على ما سقيته اتلهف مني فمعلش. العسل بتاعي اهوت برد تماما، طلعت القلاش من الفرن وهحط عليه العسل. طبعا العسل بتاعنا عباره عن ايه، كوبايتين الا ربع سكر وكيسين فانيليا وعصره من الليمون اهو. وهنسقي بقى القلاش بتاعنا اهوت كده كويس. انا حابه ان انا اشربه كده من العسل عشان طبعا احنا مش حاطين سكر، اللي هما معلقتين 2 شايفين كده. يشرب من العسل بتاعنا القلاش ويبقى طعمه حكايه. فاض معايا شويه كده من الكاستر، حطيت عليهم شويه زبيب وحبه صغيرين كده من العسل ده، عدلته المهم ظبطته ظبطه تمام يعني طعمه حلو قوي. وحطيته بقى في طبق قلت اقدمه معاه. حطيته بقى من العسل بس طعمه حلو قوي. انا حابه ان انا افتح قدامكم واحده شايفين. هو طبعا احنا سيبناه برد شويه، الجبنه سايحه بقى وطعمها جنن بجد بجد. جربوا الوصفه وهتعجبكم جدا. وادي الفيديو بتاع النهارده ويا رب يكون عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفونا انا اسمي نجوى ابراهيم، مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، مع الف سلامه، باي باي.